السلام عليكم خياتي وحباباتي. قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا كامل ونسلموا على رسول الله. ان شاء الله يلاقيكم هذا الفيديو تكونوا كامل في الصحه وفي الهنا وفي احسن حال. اليوم خياتي جبت لكم واحد وصفه ميني مطلوع. انا درت لهنا سندويشات بالشاورما كما راكم تشوفوا، يجوا رائعين خفاف ويجوا بنان ومقطنين، والاهم كامل ما يشدوش معكم الوقت. ربع ساعه وانتي وجدتيهم. شوفوا تقدروا توجدوهم على الصباح وتعمروهم بالحشوه مع العشيه كيما تحبوا، توجدوهم في نفس الدقيقه وتحشوهم كيما تحبوا، كيما ديروهم راح يجوكم شابين وبنان ويجو خفاف ومقطنين كيما راكم تشوفوا. انا حشيتهم لهنا بحشوه الشاورما والبصله طوماطيش، والحشوه اختياريه. يجوا ما شاء الله، صدقوني خياتي تقدروا ديروها كمشروع باذن الله كامل راح تربحوا فيه. شوفوا تاكلوا على ربي، نتوما اقترحوا على سوبيرات، على لي بيتزيريا، على كلش، وانتوما وشوفوا وين صلحت لكم. هذيك هي كيما تقدروا حتى توجدوا لوليداتكم وتفرحوا بهم. العائله راح يجوكم روعه يا خياتي. بسم الله. واش عندي في المقادير؟ هنا جبت غيسيبيون، درت فيه كاس تاع حليب، درت فيه نص مغرفه تاع حليب غبره، نص مغرفه تاع سكر، ونص مغرفه تاع خميره الخبز عفوا. كيما راكم تشوفوا انا خياتي درت كميه غير صغيره. نتوما الا عندكم عائله كبيره ضاعفوا المقادير، ديروا كلش مغرفه مغرفه، وديروا زوج كيسان حليب كيما راكم تشوفوا. خلطها غير حاجه قليله بالفوي. جبت لهنا نص كاس تاع سميد يكون رطب، ونص كاس تاع فارينه، ونخلط بالفوي. هذه المرحله الاولى اللي نبدا بها. شوف خلطوا يا ربي واحد دقيقة هكاك، وخلوه يتفاعل يتخمر مليح واحد المدة هكاك 2 دقائق 3 دقائق على حسب درجة الحرارة اللي عندكم. خلوه غير شوية يتفاعل، من بعد عاودوا ولوا ليه. شوفوا غطيته وخليته، عاود وليت ليه واحد المدة 2 دقائق 3 دقائق عفوا. قيس ما درت شوية في الكوزينة صدو تفاعل. شوف نجو نكملو المرحلة الثانية. شوف نزيد لهنا مغرفة تاع زيت ونخلط بالفوي. من بعد نلم بالفارينة، راني موجدة كاس تاع فارينة. نتوما الكاس اللي حبيتو عبروا به، وانتم اللي حبيتوا ديروا كمشروع ديروا كيله تكون كبيره باش تجيكم الكميه كبيره. شوفوا هنا ماشي شرط تكملوا بالفويه، غير انا بك هكا شغلي كملت من بعد حصلت فيه. نتوما غير ديروا الكاس الفارينه، دخلوا يديكم بدو تلموا في العجينه تاعكم. دونك صادي تقدروا تروحوا الكاس كيما تقدروا تروحوا كاس ماشي معمر على حسب السميد اللي عندكم. هنا زدت لها مغرفه صغيره تاع ملح. شوفوا هنا العجينه تاعي راني نحس فيها شويه حكمه روحها، بغيت نطريها درت لها مغرفه تاع حليب يكون دافي. سهله مهله خياتي، ما تخافوش العجينه الا شفتوها شويه قاصحه سيو طروها بشويه تاع ماء ولا شويه حليب ولا تطرى معكم. العجينه هذه لازم تكون شويه تلصق في يديكم باش تجيكم خفيفه. نتوما كي توصلوا للقوام كي تبقى تلصق في يديكم حبسوا، ما تزيدوش الفرينه. شوفوا حطيتها فوق البوطاجي، بقيت ندلك فيها هكا واحد المده دقيقه ولا 2 دقائق حتى ملست لها الوجه تاعها ولات ما تلصقش في يديا. شوف نعاود نرجعها في الغيسيبيون تاعها، ندير لها شويه تاع زيت باش ما تبقاش تلصق لي، ونخليها ترتاح واحد المده 10 دقائق ولا تخمر غير شويه يتفاعل فيها الخماره. من بعد نروحو تخدموها مده غير 10 دقائق برك. شوفوا نعاود نرجع لها البابي فيل باش ما يدخلهاش الهواء، ونغطيها بطرشونه ونخليها تخمر واحد لمده 10 دقائق. هنا نجو نخدمو الحشوه تاعنا. انا درتها بشاورما. شوفوا عندي صدر تاع دجاج، نص صدر تاع دجاج كنت قسمته هكا شرائح شرائح، وعندي لهنايا واحد الفنجان تاع حليب درت له مغرفه تاع خل ولا شغل رايب. نتوما اللي عندكم بطايا وخط ناتورال ديروها. شوفوا التوابل واش عندي مغرفه صغيره تاع طماطم مصبره، عندي مغرفه صغيره تاع لاموطارد، عندي واحده نصف مغرفه صغيره تاع زنجبيل، نصف مغرفه صغيره تاع كركم، وعندي تابل تاع الشاورما عفوا، ومغرفه صغيره تاع ملح. هذه هي التوابل اللي يكون عندكم ديروا منهم كامل شويه شويه، غير القرفه اللي ما ديروش منها. خلطها بهذه الطريقه ونخليها هي ثانيك ترتاح. نتوما تقدروا توجدوا هذه الشاورما ولا هذه الحشوه مع الصباح وتوجدوها وطيبوها مع العشيه، كيما تقدروا توجدوها ثانيك نهار الافونس راح تتبل معكم وتجيكم بزاف بنينه. انا للامانه ما خليتهاش ارتحت، قسمه طيبت الخبز تاعي بديت نطيب في الشاورما تاعي عفوا. عاودت وليت لهنا العجينه تاعي هبطها غير شويه وحطيتها فوق البوطاجي. دوك نقسمها لكويرات الحجم يكون
صغير. نتوما الحجم اللي حبيتو ديروا، انا درتهم ميني مطلوعات صغار، مع زادو خبروا شويه وزادو طابو كبروا، هذيك هي. وانتوما اللي حبيتوهم شغلي كبار ديروا غير 4 خبزات. وشنو انا ندمت كي ما كبرتش الكميه ونخليتهم هكا في ساشي، والوقت اللي احتاجيتهم نسخنهم وندير لهم الحشوه لداخل، راح يجوا بزاف خفاف. كديرهم في بابي فيلم ما يدخلهمش الهواء، متاكدوا باللي راح يبقى لكم طرايه كيما راكم تشوفوا. درتهم انايا هنا في بلاطو وخليتهم ارتاحوا مده هكاك واحد 4 دقائق. قسموا برك تحلوهم ما يبقاوش يتكمشوا لكم. ولا هنايا جيت نحلهم معكم. شوفوا درت شويه تاع سميد رطب وراني نحل فيهم، وراني مجده طرشونه باش نحطهم يرتاحوا مده 5 دقائق حتى ل6 دقائق حتى يتفاعل شويه الخميره، من بعد طيبوهم. شوف ما تحلوهمش رقاق بزاف وماشي خشان بزاف. اللي حبت الميني مطلوع تاعها يجوها شغلي غير قشره برك تديرهم رقاق، واللي حبتهم شغل يجوا لداخل مقطنين ويجوا شويه فيهم البابه تخشنهم شويه. هذه هي. وشنو انا نحبهم شويه خشان كي كنا ناكل ما نحسش غير الحشوه، نحس المطلوع كي كنا ناكل. ما تكثروش لهنا السميد باش ما تجيكمش مره. شوفوا انا ما خشنتهمش بزاف. هنا درتهم في طرشونه وغطيتهم يرتاحوا واحد لمده 5 دقائق حتى 6 دقائق. كي تتفاعل شويه الخماره طيبوهم عادي خياتي. تحطوا طاجين تاعكم يسخن وتحطوا الميني مطلوع تاعكم وتبقاو غير تقلبوا فيه كي تسيبوه حمار في الاطراف، والنار تكون قليله خياتي ما تكونش قويه باش ما يتحرقولكمش. وحوشوهم هكا في الاطراف، حمروهم باش ما يجيكمش بيوضه. شوف غير تسيبهم شويه تنفخوا. كاين حبات يجوكم منفخين وكاين قدر حبات ما يجيكمش منفخين. انا وشنو كاين يتنفخوا لي كاين ما تنفخوليش. قادره نتوما يجوكم كامل منفخين بصح راح يجوكم خفاف. انا شوفوا الدور تاع الملعقه تاع اللحظه لا نصف مغرفه راح تحمر لكم الميني مطلوع ويجوكم بزاف بنان من الداخل. واللي ما عندهاش المغرفه تاع لحظه عادي تقدر تستغنى عليها، دير غير السكر والخماره تاع المطلوع. كما راكم تشوفوا انا كنت نطيب 3 ونحوشيهم ضربه واحده. وشنو ولا هنا كي تكونوا تحوشوا فيهم راح يشدوا لكم شويه الوقت. نتوما عندكم شاليمو سيو شغل يحمرون في الاطراف. شوفوا خليتهم هما ارتاحوا قسمه غطيتهم وطراو. درت لهم شويه مرقارين في الوجه باش يبقاو طريين ويبقى اللون تاعهم شباب. شوف من بعد ما طيبتهم يجوا ما شاء الله صدقوني ميني مطلوع. أه راح تنافسوا به المحلات، تقدروا تقدموه بعدة حشوات. وانتم تقدروا تاكلوا به العدس ولا لوبيا ولا اي مرقه، راح يجي عادي كيما المطلوع العادي نورمال. وشنو غير هذا ميني مطلوع كيما راكم تشوفوا فتحت لكم الداخل يجي فارغ ويجي مش خشين بزاف ومش رقيق. هذه والا من لي ساندويتش كيما راكم تشوفوا نتوما سي يقترحوه على لي سوبيرات ولا على البيتزيريا. راني متاكده بلي راح يمشي لكم هذا المشروع باسكو يتماشى بزاف. كاين بزاف اللي يحبوا لي ساندويتش تاع المطلوع يحبوش تاع الخبز. شوف وانتوما وشوفوا السعر تاعو. انا والله ما نكذب عليكم شحال راهم يحسبوا فيه برا. وشنو اقترحت عليكم غير الفكره. هنايا راني نحشي فيه شاورما تاعي كنت طيبتها عادي في واحد 2 مغارف تاع زيت، ما خليتهاش طابت بزاف باش ما تجينيش يابسه. هذا ما كان. وجبت لهنايا بصله طوماطيش. وشنو نتوما الحشو اختياري، واش تحبوا تزيدوها زيدوا لهم، تحبوا شلاضه ورق كيما حبيتو. هنايا وشنو درت في المطلوع تاعي، درت مغرفه صغيره تاع هريسه، درت لها مغرفه صغيره تاع فورماج تاع البيدون، ودرت شاورما تاعي درت طوماطيش عفوا. ونزيد لها لهنا الفريت ضروري خيتي في الساندويتشات. ودرت لها هنايا شرائح تاع البصله تكون رقيقه. انا وشنو درت لكم كيما تاع المحلات كيما شفتوا برا كيما راني وجدت لكم. يديروا فيه نفس الحشوه، كان غير يزيد فيه الشلاضه ورق. هنايا تحبي ديري لها المايونيز كيما تقدري ديري لها الفورماج تاع البيدون، خففتو بشويه حليب ودرتو فيه لابوش ودرتو بهذه الطريقه. كيما راكم تشوفوا ساندويتش في البنين صدقوني غير بنين وخفيف. تاكلوا منه 2 3 ما تشبعوش. من لهنا راه يبان لكم برك المطلوع كبير مي هو صغير.
انا الحبيبات الاولين درتهم ليا نحب الهريسه، ولولادي درت لهم بالفرماج برك. مام الزوج يحبوه غير بالفرماج، ما يحبش الهريسه. انا درت كميه تاع الفرماج، الهريسه، ودرت طوماطيش، درت كميه تاع شاورما. نتوما هكا كي تخدموا في دياركم تحبوا تكثروا له الحشوه كيما تحبوا، ديروا له الحشوه اللي حبيتوها خير من تاكلوه برا. يدير لكم غير كميه صغيره تاع دجاج، وراح يجيكم غالي وما راكوش عارفين كامل كيفاش طيبوا البطاطا وكيفاش وجدوها. خدموا حاجه نقيه وتكون هكا رخيصه، 30 في 40 تاع نص صدر تاع دجاج، وانتم درتوا 5 ولا 6 لي ساندويتش، تاكلوا وتاكلوا ليداتكم. حاجه نقيه في داركم كيما راكم تشوفوا. أم، ننصحكم خياتي تجربوا هذا المطلوع وتستحفظوا بالوصفه. انا هذه الوصفه باذن الله راح تكون عندي المعتمده، ما راحش كامل نسمح فيهم. كيما راكم تشوفوا، شوفوا لي ساندويتش تاعي كامل كي عمرتهم وحطيتهم في صحن التقديم، شكلهم نهائي رائع ومذاقهم اروع صدقوني. ساندويتشات بنان بنان، وداك المطلوع كي درنا له المغرفه تاع الحضم زادت له في البنه والخفه والطراوه. شوف، راني متاكده لو كان توجدوا لولادكم راح يفرحوا به بزاف بزاف. ان شاء الله خياتي تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، وراني درت لكم عده وصفات تاع لي ساندويتشات اللي عجبتكم جربوها باذن الله كامل تعجبكم وتعجب وليداتكم والعائله تاعكم. ان شاء الله خياتي اللي وصلت نهايه لا فيديو نحبكم تشتركوا لي في القناه وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي كومنتير صغير باش يحفزني نحط لكم جديد. واللي راه يحبها كشما وصفه تكتب لي في لي كومنتير نجربها معكم، هكاك تسهلوا عليا واش راني حابه نقترح عليكم في القناه تاعي. ان شاء الله خياتي الجام والبارطاج راح يساعدني باش تكبر قناتي، ودعموني الى شتوني سهل الدعم. خليكم في امان الله، مع السلامه.